السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده معانا نوعين من البطاطس حلوين قوي هنعملهم مع بعض. ينفعوا جدا من ضمن تجهيزات رمضان اللي احنا بننفذها مع بعض. ينفعوا للفطار، ينفعوا للسحور. احفظي الفيديو وان شاء الله هينفعك جدا في رمضان. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتحطي لايك للفيديو. يلا نسمي الله ونشوف الطريقه والمقادير. انا بوريكم هنا حله المحشي اللي انا عملتها مع البطاطس. معانا هنا حله فيها ميه وحاطين فيها معلقه من الخل ومعلقه من الملح. قطعنا البطاطس بتاعتنا بقى الكميه اللي انت عايزاها. عايز تعملي نص كيلو، عايز تعملي كيلو، عايزه تجربي في بطاطسيتين زي ما انت عايزه بقى. هتقطعيهم زي ما انت شايفه كده، صوابع تكون سميكه شويه عشان احنا لسه هننزل بيهم في الخلطه وبعد كده هنقليهم، فعايزينهم يكونوا تخان شويه. هنغليهم لمده 5 دقايق وبعد كده هنصفيهم ونروح بقى نعمل لهم الخلطه بتاعتنا اللي هي عباره عن نص كوبايه من اللبن الرايب. لو ما عندكيش لبن رايب هتحطي معلقه خل على نص كوبايه اللبن، هتروب معاكي وهتديكي نفس ايه التيست بتاع اللبن الرايب ان شاء الله. ومعانا هنا نص كوبايه من الدقيق ومعلقتين كبار من النشا، وهتحطي بقى التوابل اللي انت بتحبيها، بابريكا، شطه، ملح، فلفل، كمون، زي ما انت عايزه. وطبعا هنزود الخليط بتاعنا دوت. لو حسينا ان هو سميك هنوصله لحد ما يبقى معانا العجينه بتاعتنا كده زي ايه، عجينه الكريب او البانكيك. زي ما انت شايفه تكون عجينه لا تقيله قوي ولا خفيفه قوي. بعد كده هننزل بقى بالبطاطس اللي احنا سلقينها نص سلقه دي، هنغطسها في الخلطه بتاعتنا ديت وهننزل بيها في زيت غزير يكون ساخن. وطبعا بعد كده هنبتدي نوطي النار شويه كده، نخليها متوسطه علشان العجينه دي ما تحمرش وتاخد لون بسرعه والبطاطس تبقى من جوه نيه ولا حاجه. فاحنا عايزينها تبقى متحمره ومقرمشه من بره وتكون مستويه طبعا من جوه. فطبعا ده هنعمل ايه، هننزل بالزيت يكون سخن في الاول وبعد كده نوطي النار شويه. زي ما انت شايفه كده البطاطس دي حلوه جدا. عارفه كده بطاطس الجمبري اللي هي بتبقى في المطاعم، هي شبهها بالظبط. طعمها حلو جدا وطريقه سهله جدا وتغيير، وتنفع في الفطار وفي السحور وتنفع في الايام العاديه من غير رمضان. تعمليها كتغيير مع مكرونه، مع شويه اي اكل انت عايزاه عندك تعمليها. حلوه قوي. او في عشاء سريع لو انت مكسله تعملي اي حاجه، دي تعمليها حلوه قوي وجميله وسهله جدا وسريعه ومش مكلفه. خلاص كده هنبتدي ننزل نخلص كل الكمية زي ما احنا شايفين كده. وطبعا تطلعيها تصفيها على مصفى يستحسن. انا هنا حطها على مناديل بس بقولك الاحسن ان انت تطلعيها على مصفى عشان تفضل مقرمشه. الورق المناديل بيخليها تطرى بعد كده. بعد كده بنطلعها بقى بنزوقها باي حاجه خضراء عندك، خس، بصل، شويه بقدونس، شويه جرجير، زي ما انت شايفه كده، ويبقى شكلها جميل جدا وطعمها في منتهى الجمال. ايه رأيك بقى؟ حاجة حلوة جدا وتغيير. يلا بقى نخش بقى على النوع التاني من البطاطس. معانا هنا نص كيلو من البطاطس احنا سالقينه وهنهرسه مع بعض. ومعانا هنا صباعين 3 كده من السوسيس اللي هو بيبقى مجمد دوت في السوبر ماركت. احنا هنحشي بيه البطاطس دي. الاول هنهرسها كويس قوي وبعد كده نضيف لها التوابل بتاعتنا اللي هي ملح وشطه وبابريكا وكمون. الحاجات بقى اللي احنا بنحبها من التوابل، اي توابل انت بتحبيها تقدري تضيفيها زي ما انت عايزه. وتقلبيها كويس قوي وما تحطيش اي زيوت ولا اي حاجه علشان ما تفكش منك بعد كده. واحنا ايه بنحشي البطاطس بتاعتنا هنعملها محشيه كده ايه زي الكفته. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. بدأنا نهرسها زي ما احنا شايفين كويس قوي قوي ونخليها ناعمة جدا. وبعد كده هناخد السوسيس بتاعنا دوت هنقطعه قطع صغيرة، وناخد البطاطس كده قطعة قطعة ونفردها زي قرص الطعمية كده ونبتدي نحشيها بالسوسيس ده. طبعا انت عندك كذا اختيار، ممكن ما تنفذيش نفس الوصفة، يعني ما تعمليش سوسيس. ممكن تعملي لحمة مفرومة، تعصجي ربع كيلو لحمة مفرومة او اقل وتعملي بقى على حسب الكمية وتحشي البطاطس بلحمة مفرومة. ممكن فراخ بانيه، لو عندك حتتين بانيه كده اهوت ممكن تاخديهم وتقطعيهم قطع صغيره مع شويه توابل وبصلايه صغيره وتحمريهم كده وبعد كده تحشي البطاطس. فحسب نوع الحشو اللي انت حباه. انا هنا النهارده عملت بالسوسيس، انت تقدري تختاري الحشوه اللي انت تحبيها. انا بوريكي التكنيك او بوريكي الوصفه وانت تقدري تغيري فيها حسب المتاح عندك وعلى حسب كمان اللي انت بتحبيه وبتفضليه. خلاص كده هنبتدي ناخد قطعة بطاطس نفردها على ايدينا ونبتدي نحط فيها الحشوة ايا كانت سوسيس او اي حاجة من اللي احنا بنحبها، ونبتدي نقفلها ونكورها ونكون السمك بتاعها يكون كويس جدا علشان احنا لسه هنحطها في دقيق وبيض وبقسماط. فعايزينها تبقى ما تبقاش تخينة قوي من جوه عشان لما نحمرها تبقى مقرمشة من بره وحلوة من جوه خفيفة، ما تبقاش مكتومة او تخينة من جوه.
زي ما احنا شايفين كده هنخلص كل الكميه مع بعض. وتقدري طبعا الصنفين دول زي ما قلت لك تعملي معاهم او جنبهم اي اكل انت بتحبيه. انا عامله جنب النوع دوت حله محشي، انت ممكن تعملي مكرونه، تعملي صينيه مكرونه بشاميل. وطبعا زي ما قلت لك اي حد بقى يكون مثلا مش فاضي مكسل يعمل اكل، دي اكله بسيطه. وبعد كده طبعا احنا في رمضان هنكون في الاول زهقنا بعد كده يعني بالاكلات الحلوه اللي بنعملها، فممكن نعمل الحاجات الخفيفه دي تبقى حلوه قوي تناسبنا بعد كده. وطبعا طبعا ممكن تقدري تعمليها دلوقتي وتحطيها في الفريزر. طبعا بعد ما تحطيها في البيض والبقسماط تحطيها كده في الاطباق الفل بتاعتنا ديت، وتحطيها ايه تحطي كيس بلاستيك وتبتدي ترصيها بعيد عن بعض كده وتحفظيها في الفريزر للحاجات اللي احنا تجهيزات رمضان او الحاجات اللي احنا بنخزنها لرمضان. هتبقى حلوه جدا وسريعه، وهتطلعيها قبل الفطار كده بربع ساعه او نص ساعه، تفك شويه كده وتبتدي تحمريها عشان تبقى سخنه ساعه الفطار. هتبقى حلوه قوي قوي وتعجب الولاد جدا جدا، وتقدميها مع اي حاجه موجوده عندك، او بواقي اكل عندك من امبارح تقدري تدخليها طبعا كصنف جديد. هتنفع حلوه قوي. خلاص كده باخد واحده واحده او كفتايه كفتايه زي ما بنقول، وننزل بيها في الدقيق وبعد كده في اللبن وبعد كده في البقسماط لحد ما نخلص الكميه كلها. بعد كده هنجيب الطاسه بتاعتنا بتاعت الزيت زي ما احنا شايفين، تكون فيها شويه زيت حلوين كده، ونبتدي نسخنها ونبتدي ننزل بصوابع الكفتة البطاطس الحلوة ديت لحد ما تتحمر. ونخلي بالنا طبعا الزيت ما يكونش سخن قوي عشان ما تاخدش لون غامق من بره وتبقى من جوه زي ما قلت لك مش حلو. هنبتدي نحط واحده واحده كده، ونبتدي بعد ما الزيت يكون سخن نبتدي نوطي شويه كده النار عشان تاخد لون معانا وتبقى حلوه زي البانيه. حلوه جدا، خفيفه جدا، سهله جدا، ورخيصه جدا. هو حاليا دلوقتي البطاطس ما بقتش رخيصه قوي يعني، بس هي تجربه وحلوه يعني. انت لو حبيتي تجربي ممكن تجربي في بطاطسيتين بس يعني، مش ضروري تجيبي نص كيلو او كيلو، لا، وباي حته بانيه عندك موجوده تكوني موفراها من اكله يعني، وتجربي الوصفه. والله عجبتك تقدري تنفذيها بقى بالكميه الاكبر. ما عجبتكيش خلاص انت ما خسرتيش اي حاجه. زي ما انت شايفه خلاص خدت اللون الجميل دوت. احنا بنحاول نعمل حاجات موفره وحلوه في متناول ايدينا كلنا، وكمان تبقى اكلات جديده وحلوه عشان تبسط الولاد. واحنا داخلين على شهر كريم، كل سنه وانتم طيبين. كلنا طبعا بنزهق من الاكل فبنحب نغير، بس الاسعار هي اللي بتخلينا مش يعني ايه بنفكر الف مرة قبل ما نعمل اي حاجة. ولكن احنا بنعمل وصفات جديدة وحلوة وفي نفس الوقت في متناول ايدينا كلنا. زي ما انت شايفة خرجت بقى من الزيت حلوة ازاي. تقدري بقى تقدمي معاها اي صوص عندك، مايونيز، كاتشب، اي حاجة المتاح. زي ما انت شايفة كده شكلها تحفة وفي منتهى الجمال. وفتحت لك واحدة عشان تشوفي كده من جوه شكلها عامل ازاي. الحشوة حلوة قوي قوي قوي، تعجبك ان شاء الله. ما تنسيش بس تشتركي في القناة لو انت مش مشتركة، وتحطي لايك للفيديو بايديك الجميل. وغرفنا حلة المحشي بتاعتنا اللي احنا عاملينها مع البطاطس، وهناكل كده بالالف هنا وشفا يا رب. ويا رب تعجبكم، واشوفكم على غير فيديوهات جاية كتير. مع السلامة.